تحصلي على كوبون 50% بيخصم لك خصم أعلى؟ أول شي بتفتحي حسابك، بعدين بتروحي على الضبط. بعد ما تروحي على الضبط بتروحي على الموقع. بعدها تختاري بالبحث موقع الإمارات UN. تمام، هياته United Arab Emirates، تختاريه. تمام، هلأ هياتنا اخترنا موقع الإمارات. أوكي، هلأ هدول الكوبونات سيبكم منهم، أوكي، لأنه خصمهم مش كتير منيح. تمام، نرجع باك. أوكي، هياتو عطانا شو 3 كوبونات. تمام، هلأ خليني أحول العملة بس علشان تعرفوا قد ايه بيخصموا بالأردني. تمام، هلأ هياتو بيحكي لنا كوبون 20%، وعنا كوبون 60% بيخصم 10 دنانير، وعنا كوبون 25%. أوكي، يعني مش كتير خصم كوبون 60%، لا إحنا ما بدنا إياه، بدنا إشي تاني أفضل. تمام، هلأ بنروح على قناتي أنا باليوتيوب. بتفتحوا على الشاشة الرئيسية بقناتي، في عندكم هون زر اسمه روابط إضافية، بتكبسوا عليه. ففي عندكم رابط تنزيل كوبونات شي إن، بتكبسوا عليه. فبيبعتكم لهاي الشاشة، بيعطيكم كوبون 60%، كوبون 50%، وكوبون 40%، وكوبون 30%. موافق؟ هلأ خلونا نشيك على الكوبونات اللي نزلون لنا جديد. شوفوا معي، عندي كوبون 50% بيخصم لي 19 دينار و29 قرش، وهذا الكوبون اللي نحن بدنا نستخدمه. ليه نحن بدنا نستخدم هذا الكوبون؟ لأنه عنا شرط الشحن للأردن حتى يكون مجاني، مفروض الطلب يكون أكثر من 19 دينار. تمام؟ فلما نستخدم كوبون 50% رح نحصل على شحن مجاني، لأنه تكلفة المنتجات بعد خصم الكوبون رح تكون 19. تمام، هلأ خلونا نحول لموقع الأردن. بنرجع بنروح على الضبط، نختار الموقع، نكتب جو، فنختار الأردن، وهياتنا رجعنا على موقع الأردن. تمام، هلأ بالنسبة للسلة شو بنعمل؟ بنختار أغراض شغال عليهم الكوبون، بيكون عندهم كلمة بعد الكوبون، بنحط الصع عليهم. تمام، هاي صارت الطلبية 15، صارت الطلبية 23 24. لا، هاي القطعة مثلا ما بدي إياها، بدي أقسمها تقسيمة تانية، يعني طلبية تانية بطلعها، بدي أشيل عنها، بدي أحط إشي بحيث إنه تكون 19 طلبية. لا 23 ما بدي، بدي إشي أرخص شوي. يعني بلعب بالقطع شوي شوي. تمام، مثلا هاي القطعة. اوكي، هياتها الطلبية عندي 19 36، وعندي خصم الكوبون 15. معناها ايش؟ انا هلا شغالة على كوبون 60%، لا انا بدي خصم الكوبون قد ايه؟ 19. برجع بضيف كمان قطعة، خليني اشوف ايش بده يصير. تكلفة 22 وخصم الكوبون لساته 15، برجع بضيف. هاي 24 ب16، برجع بضيف. 26 ب18، برجع بضيف. 27 ب19. اوكي، هلا الكوبون اموره تمام، بس انا شكلي ضايفة قطعة مش شغال عليها الكوبون، عشان هيك ما كان تكلفة الطلبية 19.
فأصلا لازم لأنه كوبون 50% تكلفة الطلبية 19 وكوبون الخصم 19. أوكي، فهلا خليني أشوف أنا شو ضايفة قطعة مش شغال عليها الكوبون. هاي كلمة بعد الكوبون، عندها كلمة بعد الكوبون، شايفين هاي القطعة هي اللي مش شغالة على الكوبون، بدي أشيلها. هاي شايفين عندي خصم الكوبون 19 وفراطة، وعندي التكلفة تبعت الطلبية 19 وفراطة. هلأ شو أكمل الدفع؟ شايفين عندي الشحن مجاني لأنه الطلبية تكلفتها علي أكثر من 19 دينار، فتفعل الشحن المجاني. في حال كانت تكلفة الطلبية بعد الخصم أقل من 19 دينار ما بيتفعل الشحن المجاني. وكمان شغلة تانية، أنا وصلت للحد الأعلى من خصم الكوبون، ما حملت عليه زيادة. أوكي، ولا نقصت بحيث إنه يعني طلع الخصم عندي أقل، لا، أنا خصمي 19 ومحملة على الكوبون بالضبط قد ما هو بتحمل، مش محمليته زيادة. وكمان بالنسبة لرسوم الاستيراد والإعلانات، تمام، اللي هي الضريبة، عندي إياها بأقل حد، الحد الأدنى. أقل ضريبة على الطلبية هي 3 دنانير و95 قرش، مستحيل تكون أقل من هيك. تمام، فأنا الضريبة عندي بس 3 دنانير و95 قرش وما زادت أكتر من هيك. أوكي، هلأ عندي مجموع الطلب 23 دينار و86 قرش. شو بعمل؟ بروح بستخدم النقاط الجميع، تقديم، ويا سلام، هاي صارت طلبيتي 23 دينار. وهلأ أنا جاهزة أطلع الطلبية بأكبر خصم ممكن. طبعا وما تنسوا تحددوا انه طريقة الدفع فيزا، لانه الدفع عند الاستلام بزيد التكلفة 5 دنانير. شايفين صارت 28 دينار فاصلة 67 قرش، فما في داعي تدفعوا 5 زيادة، انتوا اولى فيها. فبتحددوا انه طريقة الدفع فيزا علشان تدفعوا 23 دينار وبس.